السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة حلوة جدا من وصفات الفطار السريعة والمخبوزات الجميلة اللي انتوا بتحبوها. هنعمل مع بعض النهاردة الميني باتيه. بنص كيلو من الدقيق هتقدري تطلعي الميني باتيه التحفة اللي انت عاملاه ده، بدون بقى توريق ولا وجع قلب ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده خالص. وبرضه هيطلع مورق ازاي بقى؟ ده اللي هنعرفه في خلال الفيديو. طريقة سهلة جدا هنعملها مع بعض، هتطلعه مورق من جوه وفي نفس الوقت حلو كده وجميل جدا. يلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف طريقته ومقاديره. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا كوباية من الحليب الدافي، عليهم معلقة كبيرة من السكر وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنبدأ كده نخلط الحليب مع الخميرة مع السكر كويس جدا جدا لحد ما يبدأ يعني الخميرة بتاعتنا تبدأ تتفاعل. بعد كده هحط نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل و3 معالق بس من الزيت. هي دي المادة الدهنية اللي موجودة في العجين حاليا دلوقتي. مبدئيا كده 3 معالق من الزيت فقط لا غير. تمام. هنبدأ بقى دلوقتي كده نقلب بقى كل اللي احنا حطيناه ده مع بعض وكده لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا في التقليب طبعا. بعد كده هنبدأ بقى نحط الدقيق بتاعنا. انا هنا كان معايا نص كيلو من الدقيق، يعني ما يعادل تقريبا 3 كوبايات ونص. كمان حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقد ايه بتفرق جدا في الميني باتيه، بتطلعه هش كده وجميل قوي. هنبدأ بقى دلوقتي نعجن العجينة بتاعتنا. في المرحلة دي لو انتي حاسة ان العجينة معاكي ناشفة شوية وان كوباية الحليب اللي احنا حطيناها مش مكفياه، فممكن تزودي يا اما حليب دافي يا اما تزودي مية دافية لحد ما تبقى العجينة معاكي طرية. تمام كده. انا هبدأ دلوقتي كده اعجن. العجينة كانت معايا ناشفة شوية زي ما قلت لكم، فحطيت حوالي 3 معالق بس من المية الدافية، مش اكتر من كده. لحد ما العجينة بدأت تبقى معايا طرية خالص كده وملمسها ناعم معايا. خلاص كده طبعا استكفيت خلاص بالمية وما حطيتش مية تاني. يعني معنى كده ان حطيت كوباية من الحليب وكمان 3 معالق من المية عشان تطلع معايا العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طرية، وهي لازم تكون طرية كده وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدي ولا في البولة. انتوا شايفين البولة نظيفة خالص اهي. هنجيب بعد كده نقطتين من الزيت نحطهم كده في البولة، وكمان بقيت بقى الزيت اللي في ايدي ده هدهن بيه وش العجين، واغطيه باسترتش راب او باي كيس عندك، وسيبيه بقى في المطبخ كده لمدة حوالي يعني ساعة، ساعة الا ربع، على حسب الوقت اللي متاح لحد ما يخمر بالطريقة دي. كده خلاص خمر معايا وارتفعت معايا العجينة، ما شاء الله العجينة بقت حلوة قوي. جبت شوية من الدقيق وحطيتهم معايا على الرخامة وبدأت كده انزل العجينة بتاعتي، وفي المرحلة دي قسمتها على قطعتين قد بعض. كل قطعة كده كورتها. هناخد بقى اول واحدة من العجين كده ونبدأ نفردها على الرخامة كده. بس حاولي وانتي بتفردي ان انتي تفردي يكون الشكل مستطيل. يعني انا قعدت اجيبها شمال ويمين لحد ما عرفت اخليها شكلها مستطيل. هي جايه معايا دايره بس انا عايزه اخليها مستطيل. المهم يعني ايه اتشقلبي كده لحد ما تخليها شكلها مستطيل شويه. طبعا هتفرق معاكي جدا في تشكيل الباتيه. انا بجيبها شمال ويمين ويمين وشمال واطلعها فوق وانزلها تحت لحد ما خلصت الايه خليتها بالشكل ده. بعد ما خلاص فردتها جبت بقى جبنه فيتا، وبقول لكم انا استخدمت النوع ده من الجبنه وحطيته في كيس تلاجة او في كيس حلواني، وبدات كده قطعته قطع صغيره، وده بيسهل عليا جدا حشوه الباتيه. بقيت حطيت بقى كده جزء من الجبنه كده على اول طرف العجين، وبدات قفلت بعد كده عليه العجين كويس جدا من الجناب ومن فوق كده كويس، او قفلت على الجبنه دي خالص خالص. بعد كده جبت معلقة واحدة من الزبدة كنت مسيحاها، وبدأت بقى دلوقتي كده أدهن الجزء اللي بعد كده اللي هو بعد ما قفلت بالزبدة. يعني مش ما تدهنيش الجزء اللي تحطي فيه الجبنة، ادهني من بعد ما تقفلي على الجبنة. طبعا انت كل ما هتلفي كده كل ما هيديكي رقات او توريقات للعجينة بتاعتك. هنيجي بقى نص العجين بتاع الباتيه ده وهنقسمه بقى نصين. يعني معنى كده ان قطعة العجين الاولانية اللي احنا عملناها دي هتعمل معايا رولين من الباتيه. يعني عشان النص التاني ده انا هعمل بيه رول كمان تاني، فكل قطعة من العجينة هتعمل لي رولين. يعني معنى كده انه نص كيلو من الدقيق عمل لي 4 رولات من الميني باتيه.
هنبدأ بقى دلوقتي بعد ما قفلنا عليه كويس قوي قوي، الحتة القفلة دي لازم تتك عليها قوي وتقفليها كويس وتخليها بعد كده لتحت، وبنبدأ بقى نقطع الميني باتيه بتاعنا على حسب الحجم اللي انت عايزاه. طبعا حاولي وانت بتقطعي ان هو يكون قد بعضه عشان يبقى شكله حلو كده ومتناسق مع بعضه. ده كده شكله. بعد كده هنجيب صاج يكون مدهون بدهنة من الزيت، وطبعا لازم يكون مدهون عشان خاطر ما تلزقش في الميني باتيه ده خالص. هنبدأ بقى نرص كده الميني باتيه بتاعنا، طبعا ما بين كل واحدة والتانية مسافة، لانه ما شاء الله يعني بينتفخ جدا في الفرن. بس كده. هنعمل بقى الرول التاني ازاي. المرة دي بقى هنحط الجبنة من الناحية التانية، مش من الناحية اللي احنا قطعنا منها، لا الناحية اللي فوق دي. حطيت بقى الجبنة كده تمام. هنبدأ بقى نقفل على الجبنة. طب انا ليه عملت كده؟ علشان الزبدة موجود منها جزء تحت، فما ينفعش احط جبنة على الجزء اللي فيه زبدة. فدلوقتي كده قفلت خلاص على الجبنة كويس قوي، وبعد ما اقفل اروح جاية حاطة زبدة كده، دهنة من الزبدة بسيطة جدا، وممكن لو سمنة يعني عادي مش لازم زبدة، فالسمنة هتقضي الغرض برضو مفيش اي مشكلة. هتبدأي كده تقفلي رول، وبرضو الجزء الاخير ده هتبدأي تقفليه كويس جدا، اللي هي اللحام ده بقى تقفليه كويس قوي قوي عشان ما يفتحش معاكي. وبعد كده هترجعيها بقى تحت، الجزء ده يبقى تحت، ونبدأ نقطع برضو الميني باتيه بتاعنا يعني الى حد ما قد الجزء الاولاني اللي احنا عملناه عشان يبقوا قد بعض كده وشكلهم حلو. خلصنا بقى الكمية كلها بالطريقة دي، وبرضو العجينة التانية اللي كانت فاضلة معايا عملتها بالطريقة دي لحد ما خلصنا الصاج اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا. عملت تقريبا 35 قطعة من الباتيه. قد ايه جميل جدا جدا جدا. هنبدأ بقى دلوقتي، طبعا لازم بتسيبيه يخمر شوية لمدة حوالي مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده تبدأي بقى تدهني فيه. دهنته بايه؟ انا هنا دهنته بحليب فقط لا غير. انت بقى حابه تدهنيه بصفار بيضه وعليها شويه من الحليب براحتك، لكن انا هنا اخترت ان انا ادهنه بحليب بس. وبعد ما دهنته بالحليب رحت جايه حاطه عليه شويه من السمسم كده فوق الوش، وهندخله بقى على فرن سخنة على درجة حرارة 200. هنشغل من تحت الأول، أول ما يستوي من تحت وأحس إنه احمر خلاص من تحت، طفي من تحت وشغلوا له الشواية ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده. قد ايه جميل جدا جدا. وزي ما احنا متعودين مع بعض في المخبوزات بتاعتنا، ان احنا اول ما المخبوزات تطلع غطي عليها فوطة، علشان البخار اللي طالع منها هيطريها وهيخليها طرية معاكي وهشة قوي. زي ما انتم شايفين اهو الباتيه بتاعي طري قوي قوي. هوريكم قد ايه مورق وحلو. شايفين التوريقات اهي. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده اوعوا تنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.